الراجل ده كان رايح يستلف من واحد صاحبه، فطلب منه 50,000 دولار. قال له هرجعها لك خلال شهر لاني مزنوق جدا فيها. فصاحبه ما ترددش لحظة واداله الفلوس من غير اي ضمانات، بشرط ان يرجع له الفلوس في خلال شهر. عدى الشهر وجي صاحبه في الميعاد المحدد بالظبط، فبيقول له انت فاكر انك سلفتني فلوس؟ قال له طبعا، ودي حاجة تتنسي؟ قال له معلش انا مش هقدر اسدد، فلو انت عايز ال50,000 بتاعتك سلفني 50,000 تانية جديدة وانا هبقى ارد لك الاتنين مع بعض. فطبعا الراجل قلق، فقال له ماشي ما عنديش مشكلة، امضيلي على الورقة دي وانا اجيب لك باقي الفلوس. قال له هو خلاص ما بقاش فيه ثقة بينا؟ لا طبعا مش همضي، المفروض ان احنا اصدقاء، وعلى العموم هات الورقة وانا همضي لك. وزعل مع صاحبه جدا بسبب الورقة دي. الحق ما يزعلش، فخدوا بالكم، السلف تلف والرد اكبر خسارة. لا تسلف ولا تستلف، نصيحة حطها حلقة في ودنك.